طيب يا بيسو، الهيلينج، انتي قلتيلي ان دي البصمة اللي انتي حابة تسيبيها في الحياة، دي اكتر حاجة انتي انترستد بيها. طبعا انت عندك تجربة شخصية شاركتيها اصلا مع الناس، بس محتاجين نعرف تفاصيل مم. اكتر. الموضوع بدأ ازاي؟ تجربتك كانت عاملة ازاي؟ ففيل فري بقى ان انت تكلميني عن كل حاجة، انا كلي اذان صغير. اوكي، الهيلينج هي بروسس طويله جدا، وللاسف في ناس كتير بتبقى خايفه ان جنرال تروح ثيرابي بسبب الدارك فيزز اللي بنمر بيها، اللي لازم كده كده هتتفتح. لانك لما بتروح عشان تتعافي من حاجه معينه ان جنرال او عشان مشكله معينه، بتبقى ساعات السبب الاساسي بتاع المشكله دي مش الاكتوال الايمان اللي قاعده قدامي دلوقتي. ممكن تكون بسبب حاجات حصلت زمان، ممكن تكون شخصيتك اتكونت بحاجه عشان حاجه معينه، تراما معينه حصلت لك. ففي ابواب لازم هتتفتح، في حاجه في السجاده هنشيلها ولازم شويه نكنس التراب اللي تحتها. ماشي، علشان احنا ساعات بنحب نعيش في دينايل. دي الانسان عدو ما يجهل. بالظبط يعني. فهي دي بقى بتدخل البني ادم في دارك فيس كده شويه، بس بتبقى مؤقته. هي دي بقى اللي بتبقى مخيفه شويه، ما بتبقيش عارفه فعلا انت حاسه بايه وليه. طب انت فجاه اكتئبتي ليه؟ طب افتكرتي حاجات انت فعلا مش عايز تفتكريها. بس الطريقه الوحيده علشان تتخطي الالم من خلاله، هي لازم you have to go through it علشان to get over it خلاص. تواجه يعني هتواجه. بالظبط. فانت قاعده في اوضه ضلمه وعايزه تروحي لاخر التانل دي، مش هينفع غير انك تقومي تتمشي علشان تعرفي تخرجي بره. بس الباب مش هيقرب لك، انت اللي هتقربي للباب. فمع واحده واحده هتلاقي نفسك بتفتحي ابواب اكتر، بتتعافي من حاجات تانية انت ما كنتيش رايحه اصلا عشانها. في ريلابس بتحصل، زي انتكاسات كده بتحصل. ده كده كده كل شويه الحياه بتقوم مدياكي تروما جديده فوق التروما القديمه. ف... فهي الناس بتسال بقى على الهيلينج بطريقه ايه، هاخد قد ايه واتعافى؟ اكشلي ما اعرفش من ايه، ما انا ما اعرفش اصلا. اولا من ايه، ثانيا بتاخد وقت، في ناس بتاخد سنين. احنا مش مش من نفس حاجه، من الكيس، يعني حاجات احنا كتير مش نفس ان الحاجة. جنرال. بالظبط. ثيرابي انا بالنسبه لي مش دي حاجه المفروض ما تقفش اصلا، لان في ناس بتروح ثيرابي علشان يعني تبقى واعيه اكتر، تغير من المنتاليتي بتاعتها تبقى ايجابيه. مش لازم تكون عشان عندها مشكله مثلا يعني. فحته الكويك فيكس ده اللي هو ان انا عايزه، ده انا عايزه اروح ثيرابي المفروض في شهرين. شهرين ايه ده؟ شهرين دي هم 3 سيشنز ولا 2 سيشنز في شهرين ولا 4 اللي انت سيشنز. لسه اصلا بتفتح فيهم بالظبط. الابواب، وهو مش هينفع بتتعرف فيهم الثيرابيست على يحكم عليكي انت ايه ولا انت عندك ايه من اول ولا تاني قاعده. ما هو كمان محتاج يعرفك، يعرف انت مشكلتك ايه علشان نبتدي نفتح حاجات معينه كتير. وانا بقالي 3 سنين كل شويه بنفتح حاجات جديده، كل شويه في ابواب جديده بتتفتح معاها، لان في مشاكل مثلا جديده بتحصل. رد فعلي، الكوبينج ميكانيزم بتاعي، انا عايزه اغير حاجه من شخصيتي اكتشفتها كده. هي دي الفكره. بس من احلى الحاجات اللي يعني الهيلينج بيعملها هو الوعي. انت لما بتبقي واعيه بالظبط ان انت في مرحله التعافي من ان جنرال اي حاجه، بتبقي متحكمه اكتر، ما بتبقيش خايفه. لما بيحصل اي انتكاسه، لما بيبقى في باب جديد بيتفتح، ما بتبقيش خايفه. الدنيا بتبقى اسهل، بتبقى احلى، وبتبقي جعانه اكتر انك تتعافي اكتر. فما بتبقيش زهقانه، ما بتبقيش خايفه، ما بتبقيش مش عايزه تروحي حتى ثيرابي، ما بتبقيش خايفه انك تواجهي مشاعرك. خلاص، لا انا عارفه كويس جدا ان انا علشان اتخطى ده، فده نوع الالم الكويس بالنسبه لي. بتبقي عارفه تفرقي ما بين ايه الالم اللي فعلا بجد بيألمني، وايه الالم اللي هيحسني او هينقلني في نقله تانية. ف فهي الفكره في الخوف. الفكره ان الناس تبقى مش عارفه يعني ايه هيلينج، بتبقى خايفه انها تروح تعمل كده، ما بتبقاش عايزه. هو لما بتبقى متعمده ان هي تهرب من حاجات. يمكن يا بسنت لان الناس ما عندهاش وعي كفاية امم. بأهمية الهيلينج اصلا. امم. يعني احنا دلوقتي لو قاعدين مع بعض قعدة صحاب كده واتكلمت معاكي شوية والشخص صاحبي ده ممكن يكون مش متخصص خالص، ملوش امم. اي علاقة بالطب النفسي بأي حال من الاحوال، يقول لي كلمتين يهون عليا، احس ان انا امم. ارتحت تمام. مؤقتا. امم. الارتياح اللحظي ده انا بحس بيه مع صديق ليا، وفي نفس الوقت انا وعي مش كفاية بأهمية ان انا اروح لشخص متخصص، آم، لثيرابيست يساعدني ان انا اكتشف نفسي صح. اكتر، اعرف انا مين. امم. انا دلوقتي بعد 20 سنة ولا 30 سنة من عمري، شخصيتي اتكونت ازاي؟ امم. الشخص اللي انا عليه دلوقتي ده اللي بيتعصب من الفعل الفلاني، ليه بتعصب؟ صح. ليه بتضايق؟ ليه بزعل قوي وممكن اعيط لو حد عمل؟ كل ده له اسباب. امم. الناس معتقدين ان هم عارفين نفسهم، لا، بس هو هم غير كده. سوري انا اسفه اني قطعتك، بس هي ولا. فكره مش هي غير ان هي معتقدين ان هم عارفين نفسهم. هم بيبقوا شايفين المشكله انها هي دي المشكله، ما بيبقوش عارفين ان قد يكون
رد فعلك للمشكله دي عباره عن خلل في نمط معين عندك. هي دي الفكره. في ناس على فكره، مش قصدي حاجه، بس بيبقى عندهم الايجو عالي شويه، ان هم مش عايزين يعرفوا ان هم بجد المشكله فيهم، مع ان عادي ممكن تكون فعلا المشكله فيا. ناس كتير جدا مم. فكرة ان انا اصلا احط احتمالية ان انا المشكلة ممكن تكون عندي، دي مش اي حد يعرف يعملها. مم. يعني الناس كلها ضحايا للناس حواليهم، بالظبط. كلهم حاسين طول الوقت ان انا الشخص بس انا ممكن المظلوم. اكون ضحيه تفكيري، ممكن اكون ضحيه مشكلتي انا نفسي، انا ضحيه وفي تفكيري انا. الغالب بنكون كده، مش لازم مم. نكون ضحايا لناس تانية فعلا. مم. زي ما انتي بتقولي ممكن نكون ضحايا تفكيرنا، مم. ضحايا يا ستي رد فعلنا تجاه مشاكل غيرنا عملها. صح. بس انا ضحية رد فعلي، ان انا دخلت نفسي في قوقعة معينة، او مم. ان انا بدخل نفسي في حالة نفسية معينة. فانا برضو محتاج ثيرابيست يعرفني ازاي اتعامل مع ده. هو شخص متخصص. الناس عندها رفض فظيع لفكرة ان انا اروح لثيرابيست علشان اصلا. المسؤوليه، احنا مش بصي في اخطاء كتير قوي احنا بنتحمل مسؤوليتنا. انا مش هي مش غلطتي. انا من وانا صغيره انا عيله، فانا مش غلطتي ان انا شخصيتي اتكونت علشان انا اتربيت مثلا في الهاوس هولد ده. بس هي مسؤوليتي ان انا اتغير. ليه؟ اولا عشان نفسي، علاقتي بنفسي، علاقتي باللي حواليا، هم ما لهمش ذنب. فهي مسؤوليتي. وهي في ناس مش بتحب او مش بتبقى عارفه، مش بتبقى مدركه ان فعلا هي دي مسؤوليه ان انت لازم تشيليها، ان انت في الاول وفي الاخر هي مشاكلك، مسؤوليتك ان انت تصلحيها. مش اخطائك، بس هتعملي ايه؟ خلاص هي عشان دي الحياه. اطلعها على الناس. خلاص بالظبط. ففي علاقه، في ناس كتير قوي كويسه حواليا، ومن الحاجات اللي فعلا خلتني ان انا لا، انا عايزه اكمل في التعافي عشان انا فعلا مش عايزه اذيهم. هما they don't deserve ان انا اللي مريت بحاجه زي دي. وفي نفس الوقت انا كمان ما استحقش، فخليني خلاص اتعافى. ودي اصلا من احلى انواع الانتقام. مثلا لو الناس بتحب تنتقم بجد، من احلى انواع الانتقام انك فعلا تاخدي بعضك تروحي تتعافي من اللي حصل، تكوني انت البني ادم الاحسن، ما تكونيش البني ادم اللي اذاكي in general. ولو مثلا مش مش هروح اتعافى من غير بني ادم يأذيني. هي في الاول وفي الاخر هي مسؤوليه يا جماعه، ماشي. انا اللي بشيلها، وانا اللي متحكمه فيها، وانا اللي لازم اعملها، علشان انا لازم ابقى في الاول وفي الاخر انا بني ادم احسن لنفسي وللناس الكويسه اللي حواليا، وابقى واعيه اكتر. بس. تفتكري ايه اللي ممكن يساعد في ان الوعي بأهمية الهيلينج ينتشر؟ يعني انتي بتحاولي مم. عن طريق الفيديوز بتاعتك ان مم. انتي توعي الناس وان انتي تشاركيهم. ايه اللي ممكن نعمله اكتر من كده؟ او ايه اللي ممكن يتعمل يخلي الناس تفهم ان انت محتاج تعمل ده علشان نفسك قبل ما يكون علشان اي حد تاني حواليك؟ هو مهما مسكتك وقعدت افهمك، لو انت بجد مش عايزه تعمليه مش تعمليه. يعني في ناس ما عندهاش البوتنشال اصلا، فاهمه؟ فاللي هو اقصى حاجه فعلا بعملها ان انا يعني بشير فيديوز، وبقول مش هينفع انزل في الشارع اجري ورا الناس بالشوم. فهي الفكره ان هي دي فعلا اقصى حاجه. انا شايفه ان ده كويس قوي ان انا اوريدي بشير حاجات، وكمان بشير حاجات ساعات بيرسونال تبين قد ايه انا فعلا دي حاجه اثرت فيا واتغيرت بسببها. لكن اكتر من كده في ناس حتى لو انا شاركت ما عندهاش البوتنشال ان هي اصلا تتحسن. ففي الاول وفي الاخر حتى لو انا عملت I don't care. السوشيال ميديا بنشارك تجاربنا الشخصية مع الناس علشان نقدر نفيدهم قدر المستطاع. مم. ولكن في انتقاد آخر بيوجه دايما انه التجربة الشخصية غير كافية ان انا انصح الناس، او ان انا اوجه الناس، او ان انا احاول ان انا اساعدهم. انا مم. لازم اكون شخص متخصص. هو انت دكتور نفسي؟ هو انت مم. مسجلة في نقابة مم. مش عارف ايه؟ هو مم. انت هل فعلا انا لازم اكون شخص متخصص، مش مم. شخص مر بتجربة مم. شخصية والتجربة دي نجحت معايا فانا مم. بشير تجربتي مع الناس؟ فانتي ايه وجهة نظرك؟ الشخص المتخصص هو الاولى بانه يتكلم عن ده؟ مم. وماذا لو الشخص المتخصص ده مش موجود على السوشيال ميديا؟ يعني هو مش متواجد او ما عندوش فاهمة. الانتشار اللي موجود عندي. انا عندي ملايين الفولورز مثلا، مم. فانا ممكن انصح الناس. هو مش موجود صح. يعني، فانا باخد مكانه. انتي ايه ردك على ده لا، برضه؟ هي مش بتاخدي مكانه، لان في الاول وفي الاخر هو متخصص، بس متخصص على فكرة. انا عايزه اقول لك حاجه، التخصص برضو مدارس. انت لو دخلتي كتبتي توبك هتلاقي عنها ارتكلز. عشان كده تلاقي ناس كتير قوي متخصصين في المجال بيتخانقوا. امم. مش اصلا هم بينتقدوا بعض، ومش متفقين على رأي واحد. التجربة الشخصية as long as ان انا بستيت ان دي فعلا تجربتي الشخصية انا، وان فعلا ممكن تكون نفعت معايا، وزي ما نفعت معايا احتمال كبير تنفع مع غيري كتير، انا شايفاها حاجة كويسة. يعني انا بالعكس، يعني التجربة الشخصية بتوصل من القلب اكتر. بس انا in general لما بحاول اوصل تجربتي، بحاول ان انا اوصلها بالعلم،
يعني انا بوصلت تجربتي الشخصيه بس بدخل اسيرش فورت اكتر، علشان في احتمال تجربتي انا الشخصيه قوي ما تنفعش، فبالتالي اكون قايله حاجات علميه معاها على اساس ان تبقى برود اكتر، فاهمه؟ مم. فلا الاتنين انا شايفاهم يعني تمام يعني. طيب، الثقة بالنفس مم. كلمة كل الناس بتتكلم عنها، كل الناس بتحلم بيها، كل الناس مم. بتدي نصايح فيها. مم. امشي بالشكل الفلاني، اقعدي بالشكل الفلاني، مم. اتكلمي بطبقة الصوت مم. مش عارفة ايه، which is من وجهة نظري مم. كلها حاجات خارجية اه ظاهرية مستحيل تؤدي ان انتي تكوني فعلا واثقة في نفسك. تمام. 5 دقايق كده هيبان عليكي واثقة في نفسك، مم. وشوية والقعدة هتكشفك يعني. مم. ازاي اكون فعلا واثق في نفسي؟ ازاي اكون فعلا ما عنديش مشاكل مع نفسي في اي مكان، في اي موقف، مع اي حد؟ بص انا هقولك على حاجه، الثقه في النفس دي حاجه انتي بتكتسبيها، مش بنتولد بيها في العموم، ده اولا. ثانيا كل واحد عنده مشكله في الثقه في النفس بسبب حاجه معينه. في ناس تقولك انا مش واثقه في نفسي كامله، اصل عشان مثلا شعري، اصل عشان في حاجه في مناخيري، كان في بيتنمر عليا وانا صغيره، عندي خطيبي مش عارف قال ايه. فكل واحد عنده مشكله معينه عشان حوار ثقة النفس. انا لو انا بدأت مثلا اشتغل وجالي كلاين قال لي انا مش واثقة في نفسي، اول حاجة اسألها ليه؟ طب ايه اللي بيحصل؟ طب ايه اللي بيتقال؟ طب ايه؟ هبتدي اقعد اديك ديب مع الشخصية دي عشان اعرف ايه اللي مخليها في العموم مش واثقة في نفسها، لان هو في اسباب معينة وكلنا مختلفين في الاسباب دي. تمام. في حاجات خارجية تقدر تساعدك ان انت فعلا في ناس تقعد تقول فيك ات till you make it وكده، مش بأمن قوي الصراحة بالجملة دي. same here والله يعني. لان هي فعلا حاجه مؤقته، وفي الاول في الاخر انت مش بتهيل حاجه جوه، انت ما وصلتيش للكوز علشان فكره تكون ميك ات في ايفنت في بتاع ما عنديش مشكله عديها، بس ده تبقى اللايف ستايل. انا بحس ان لا، احنا محتاجين ندور اكتر على الكوز اللي مخليكي عندك حاجه شويه خلل في الموضوع ده، وعادي بتتحل يعني. ف... فهي الفكره. طب انت ليه مش واثقه في انا بحس ان انا دايما بسال السؤال ده لما حد بيقول لي طب ليه، طب ايه اللي حصل، طب ايه الكلمه اللي اتقالت، ايه الحركه اللي حصلت، طب انت امتى اكتر وقت ما بتكونيش حاسه فيه ان انت واثقه في نفسك، وامتى اكتر وقت بتكوني حاسه فيه انك واثقه في نفسك؟ ده اولا. ثانيا كلنا عندنا insecurities، حتى لو انا ماشي يا ستي انا واثقه في نفسي وكل حاجه، هل انا في حاجات انا مش بثق فيها في شكلي مثلا؟ عادي. هي دي الفكره، ان كل الناس شايفه اللي هو الشخص اللي واثق في نفسه ده 100% ده ما ينفعش يتهز. لا، بنتهز. انا قاعده علشان في دلوقتي الاول في وفي الرونج الاخر سايد، قلت لهم انا ما بحبش الجنب ايوه ده، مش عادي يقعدوني برضو عادي، هنا وده الجود عادي. سايد بتاعي برضه الحمد لله. كويس ان احنا بنتبادل. فهي الفكره ثقه في النفس كلمه تحس ان هي التوبيك بقى اوفر ريتد قوي، بنشوف اي حد طالع من غير فلتر ده كده واثق في نفسه. لا عادي، ممكن يكون عندي مش ممكن، انا حاجات actually I تانية. have insecurities. it's fine. هي دي الفكره، ان الناس شايفه ان الانسكيورتيز دي حاجه عيب ما ينفعش نحس بيها. لو شقلبناها وبدأنا نشوف ان انا متقبله الانسكيورتيز بتاعتي، اصلا هتبتدي هنا بقى تعلى ثقه في النفس. اللي هو ما هو اصلي بصي، لو انت ما اديتيش حاجه للناس يلوا بيها دراعك خلاص انت كده untouchable. فهي بالظبط. دي الفكره. فهي بالظبط. تيجي بقى من الاكسبتنس وعدم انك تتهزي من اي كلام يتقالك او اي حاجه تحصل، وتبقي عارفه ان انت عندك حاجه وعندك insecurities لازم تتقبليها، انت هتبقي untouchable في العموم. انا بتكلم ده حاجه برود، انا ما اعرفش ايه السبب المعين اللي مخلي شخص مش واثق في نفسه، بس هو دايما بتبقى مين لي شكل. معظم الوقت فعلا هي شكل، بالظبط. ومتفقة معاكي جدا 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 في فكرة الأسئلة، امم. ان دايما هي الأسئلة هي اللي بتفتح كل صح. حاجة. انا ليه مش واثق في نفسي؟ انا ايه الكلمة اللي اتقالت؟ طب هل من الشخص ده تحديدا ولا في العموم؟ طب انا ليه اصلا بتضايق من حاجة زي كده؟ هي الأسئلة هي اللي بتفتح قدامنا الطريق. الأسئلة زائد الكتابة زي ما انت كنت بتقولي على الجورنالينج، خطوات بسيطة بس بنقعد مع نفسنا، بنتعرف على نفسنا. لو احنا معرفناش نعمل ده مع نفسنا بنلجأ لثيرابيست، بنلجأ لحد متخصص. في الآخر بنعرف نكتشف الشخص اللي أنا عليه دلوقتي اللي عنده insecurity في حاجة معينة، ايه السبب انا وازاي عايزه اقول يعالج لك ده. regarding موضوع الكتابه، انا في موضوع فتحته مع الثيرابيست انا لحد دلوقتي مش عارفين نفتحه قوي. ليه؟ انا اصلا مش عارفه اتكلم فيه مع نفسي. فاهمه؟ هي دي الفكره. يعني من الحاجات اللي هو انا مش عارفه اتكلم في الموضوع ده اصلا، مش قادره ان انا اكتبه بيني وبين نفسي، فانا اصلا مش عارفه افتحه. فدي حاجه اصلا هتخلي ان اي حد لو فتح الموضوع ده قدامي انا هيبقى تريجرينج. مم. فاهمه؟ فعشان كده حته اللي هو انا قادره ان انا اتكلم فيه مع نفسي، انا قادره ان انا احتوي نفسي وان انا اتقبل نفسي من ناحيه حاجات معينه، فبالتالي انا هبقى قادره ان انا ابقى open about it.
فانا هبقى untouchable من الموضوع ده برضو من الجورنالينج يعني. ازاي ابروتكت نفسي مم. من الناس اللي حواليا؟ احنا بنتعرف كل يوم على ناس جديدة وبيدخل حياتنا ناس. وانا في فيديو شفته لك مؤخرا عجبني جدا جدا جدا، كنت بتتكلمي فيه على نسمي الناس باسمائها. ده مش صاحبي، ده اسمه زميلي في الشغل، دي زميلتي في سفرية معينة، ده مش عارفة شفته في كل واحد باسمه. ان انا اقول على حد صاحبي او صديقي دي مش حاجة سهلة. صح. وعلشان لما يعمل تصرف معين ما ابداش بقى انا ادخل في الحته بتاعت ان انا ده ياثر عليا نفسيا وازاي وانا اتصدمت وانا مش عارفه ايه. ازاي وانا بتعامل مع كل الكم ده من الناس على اختلاف موقعهم في حياتنا حتى المقربين، ازاي احمي نفسي منهم؟ boundaries. لازم يكون في حدود. والحدود دي على فكره دايما لما كنت بقول لازم تحطي حدود، بحيث اللي هو عشان حدود بقى في اللي هي حاجه هارش، مش هارش. هو انا كل الموضوع لو انا مثلا حاجه بسيطه جدا، انا في مثلا حاجه انا مش بحب ان هي تتقلي، مش بحب ان انت تعملي حركه معينه، بحس ان انت كروست الباوندري ده معايا، وانا جيت قلت لك والله يا ايمان حصل 1 2 3. لو انت شخص محترم فعلا ماشي، انت هتتقبلي ان انت في باوندريز، انت مش هتعملي الحاجه دي تاني، وان انت عارفه ان دي حدود انا مش هعديها مع بسنت. تمام. الناس بقى بتخاف تحط الحدود دي، لا يتقال لها انت دراما كوين، او تتساب، او الناس ما تحترمش الحدود دي whatsoever. الحدود اللي بتحطيها بتخسرك ناس، بس بتخسرك الناس فعلا مش كويسه. عمرها ما هتخسرك الناس الكويسه، لان الناس الكويسه هم عارفين يعني ايه حدود، هم نفسهم حاطين حدود لنفسهم. فانت اصلا اولا تحطي حدود لنفسك، انت ما تتعديهاش علشان اللي قدامك ما يتعديهاش. وعادي يعني انت تقدري تبقي شخص طيب وشخص كيوت وشخص محترم، بس ستيل تعرفي حدودك فين، ماشي، حتى مع اقرب الناس ليكي. يعني في الاول في الاخر كل واحد لازم يكون عنده البرايفت حته بتاعته. فحتى لو اقرب الناس ليكي انا في حاجات حتى لو بيني وبين ماما هي كمان حاطه حدود وانا كمان حاطه حدود، لازم كل واحد يكون عنده البارت بتاعه. دي حاجه بتفلتر اصلا، بتخلي بالزبط. كده انت حياتك بالزبط. فيها الناس اللي فعلا المفروض يكونوا موجودين. بالظبط. مش اي حد داخل طالع كده بيتعدى حدوده، بيقول كلمه، بيعمل تصرف، وانا ابدا اتضايق واقعد اعيط يومين وبعدين حد دي يجي تاني يعمل حاجه تانية. لا وانا لما بتضايق ان جنرال اللي هو انا هتضايق منك انت ليه وانت مش فارقالي، انت مش اصلا مش قريبه مني. وذاتس ذا بوينت، ان ساعات كتير قوي لما بنتعرف على ناس ونقرب منهم ومش عارفه ايه وبتاع وكده الموضوع بيجي بسرعه قوي. وساعات لما مش عارفه نحكي لبعض عن شويه تروماز، ولا انا حصل لي كذا، حاسه ان الناس بقت قشطه اوبن دلوقتي ان هم يحكوا عن حاجات شخصيه ليهم، بيوفر شير جدا انفورميشن، فبيقربوا من بعض قوي، فبيحسوا لا دي صاحبتي. لا عادي، في ناس على فكره بتوفر شير انفورميشن علشان هي مش فارق لها، عشان هي ممكن تعرف تشير الانفورميشن دي مع اي حد، مش عشان انت شخص مميز. تمام. وفي ناس بتوفر شير انفورميشن عشان انت كمان اوفر شير انفورميشن معاها، وتبتدي بقى تستعمل الانفورميشن دي ضدك، فاهمه؟ ف انا بعد تعامل كتير قوي مع الناس يعني عرفت ان هي الافعال في ريد فلاجز كده معينه، وفي ريد فلاجز في العموم، وفي ريد فلاجز ليا انا كبسنت، انا بيبقى عندي زي اكس من الموضوع ده. ف ان حد يدخل بيتي، لا دي حاجه شويه مش مسموح بيها قوي، او لان بيتي ده الكومفورت زون بتاعي. فبتبقى صعب عليكي قوي ان حد يدخل الكومفورت زون بتاعك، البيرسونال سبيس بتاعتك، بالذات انه يبات عندك وياكل معاكي ومش عارف ايه، بعد كده تتصدمي فيه. بتبقى هارش قوي جدا. وانا اصلا بدخل عيلتي كلها مع اصحابي، فاهمه؟ فعشان كده بقول ان لا، بدأت اللي هو لا مش فعلا، وبالذات ان انا عندي ناس صحاب اللي هم بقى ماي بيست فريندز والكلوز فريندز بتوعي، لا هم مميزين عن اي حد ان انا اتعامل معاه بنفس طريقه او اشير مع نفس الانفورميشن. اللي هو ما عنديش مشكله، عايز تقعد تحكي لي لو انا السيف سبيس بتاعتك على عيني وعلى راسي، وانا بجد عمري ما هروح اقول لاي حد القعده اللي بينا دي. بس عادي، انا مش مجبره. هي دي الفكره، انا مش مجبره علشان شخص حاسس بالامان معايا يبقى انا كمان لازم مجبره ان انا اشير معاه، مجبره ان انا افك باوندري او اشيل حاجز عشان هو شال حاجز ده. دي حاجه مهمه جدا، عشان في ناس معتقده انه ما انا قلت لك ما تقولي. يعني لا مش معنى انا بقول لك اسراري وانت ما بتقوليش بيحصل مشاكل عليها. انت بترتاح معايا، والمفروض تحترم وتقدر ان انا اديتك مساحه بالزبط. من الامان، وان انا اديتك وقت اسمعك واقف جنبك، مش تعاقبني ان انا مش بشير معاك. يعني فالمفروض ان انت تحترمني وتقدر اللي انا عملته معاك، مش تيجي تلومني ان انا ما عملتش نفس الفعل اللي انا ما وعدتكش بيه بالظبط اصلا. الاستحقاق، ازاي اوازن ما بين
حب الذات السوي، ان مم. انا احترم نفسي، اقدر نفسي، احطها وسط ناس بتحترمها، ما اقللش منها باي حال من الاحوال. وما بين الحب اللي مش هقول زيادة عن اللزوم، مهما الشخص حب مم. نفسه بالنسبة لي يعني يعيش، انا بحب مم. نفسي عادي. بس عارفة انتي الناس اللي هي زي ما انتي كنت بتقول من شوية كده، في ناس ما تعرفش ان المشكلة عندها، او مم. ناس حبهم لنفسهم بيخليهم يتعموا عن ان هم يشوفوا ان في اي شخص في الحياة كامل غيرهم. لا بس ده مش حب، بالظبط. هما ازاي مش بقى بيحبوا نفسهم. يحصل التوازن عند الناس ان هم يفهموا ان انا ما ينفعش اكون، خلي استحقاقك عالي، وخلي حافظ على نفسك، حافظ على قيمتك، بس مش اللي هو لا انا اللي باعنا خسر دلعنا، وانا اي حد في حياتي لازم يكون بيمتن ان انا موجود في حياته، وان انا شخص لا يعوض، قطعة واحدة في الحياة. في ناس كتير فاهمة ان الاستحقاق معناه ان انا حر، والناس كلها من حواليا لا هم اللي يمتنوا ان انا موجود في حياته. لا هو لو حد بيحب نفسه هيبقى مش هيبقى شخص اللي هو الهيلثي لاف ريليشن شيب ما بيني وما بين نفسي. هبقى عندي سيلف اويرنس. انا بحس ان هي بتيجي يعني السيلف لاف بتيجي معاها حاجات كتير. الفكرة كلها في الوعي. بالظبط، انا عندي وعي ماشي، عندي احترام ذاتي، عندي كل حاجه بالانسد. لكن لو في حاجه نسبتها عاليه قوي والدنيا مش بالانس عندي، ما في ايشو هنا، في مشكله. فاهمه؟ فهو ما فيش حاجه اسمها ان انا شخص، لا عادي انا شخص، كلنا ريبليسبل على فكره. بجد عادي جدا. دي يعني فكلنا عادي جدا انا ريبليسبل، وبنروح دايما ببقى وبنجت عايزه اقول اوفر والله ايتش يا اذر. جماعه كلنا في ناس بيجوا اه مكاننا عادي 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 يعني. بنروح وبنيجي عادي جدا، يعني صباح الخير. ماشي، في ناس مميزة، في ناس سابت علامة، مفيش مشكلة. بس يعني خلاص، يعني اللي انا عايزة اقوله ان بجد الحياة بتمشي. العالم فيه 8 مليار بني ادم، بالظبط. مش معقول عشان ايمان مشيت من حياه حد مثلا فاللي هو لا الحياة بتمشي، كلنا ودي بقى التصالح مع النفس اللي انا وصلت لها. انا ريبليسبل، انا قادرة، انا عادي لو مشيت من بالظبط. حياة حد ممكن حد تاني يجي، مفيش مشكلة. حتى لو انا مميزة وسبت علامة، بس مش الشخص ده مش هيموت من غيري. بالظبط. لا اعوض يا ستي، على عيني وعلى شكرا انك لا تعوضي. في 19 غيرك موجود، حتى لو مفيش زيك، بس في عادي. ف انت عارفه اصلا يا بسنت انه معظم المشاكل النفسيه، قرات في مره ان معظم مم. المشاكل النفسيه عند الناس هو عدم تقبل الرفض. مم. دي تحديد في اي حاجه بقى، مم. في العلاقات، في شغل معين، في حاجه انا نفسي فيها مم. بس يعني لم يشأ القدر لسه ان انا اعملها. عدم تقبل فكرة انه لا انا ما يتقاليش لا، يعني اللي مم. هو انا ما ينفعش ان ده يحصل معايا. بحسها بتبقى من كاركتر ديفلوبمنت وانتي صغيره. بيبقى الاهل فعلا مش بيقولوا لا، بحسها يعني في كتير قوي بتبقى قدامي كده. مينلي اصلك دي حاجه انتي اكتسبتيها من ايه؟ انتي ليه مش الا لو انتي كان فعلا بيجيلك كل حاجه. انت عشان انت معاكي كل حاجه، عمر ما اترفض لك حاجه. في حته ان انت يترفض لك حاجه، دي حاجه جديده. مم. فاهمه؟ لكن لو كان في اصلا حدود من وانت صغيره ان جنرال، ان لا في حاجات انت هتاخديها وفي حاجات انت مش هتاخديها، فتبقي عارفه ان مش كل حاجه تبقى اكسبتد ليكي. هل عندك سؤال كنت تحبي انك تتسأليه بقالك 4 سنين على السوشيال ميديا؟ بصي بقول لك لقاءات بتسال الاسئله الشخصيه لا والله لا عادي حاجة انا. انت عايزة تقوليه، يعني مش مهم السؤال اللي يتسألك، مم. حاجة موضوع انت حابة تتكلمي فيه او حاجة حابة تقوليها للناس. مم. يعني انا حاسة انه مفيش احسن من القعدة دي. يعني فانا حابة ان انت تتكلمي، انا بالنسبة لي ضن. لا اساليني اكتر. بصي ما عنديش حاجه قوي فعلا غير اللي انا بقوله. كل الاسئله فعلا اللي حابه ان هي تبقى بره بتسالها، يعني الحمد لله في العموم. آه، بجد هيفرق مع الناس قوي قوي موضوع الوعي والله. بجد ده بحسه اول طريق العلاج. وبجد بجد احنا فينا مشاكل عادي. يعني كلنا الوعي فينا والتقبل مشاكل. بجد والله، كلنا فينا الحاجتين مشاكل دول. بجد. الحاجتين دول فعلا فعلا مهمين قوي. وبعدين بيخلوا ان الكوبنج ميكانيزم بتاعتك او كيفية التعامل مع الألم بتاعك احسن بكتير. لان في ناس لا ما بتبقاش واعية ولا بتبقى متقبلة اللي هي فيه او نفسها. كيفية التعامل بتاعتها مع الألم او مع الأحداث بتبقى رهيبة. رهيبة منها الدينايل. فبتيجي بقى بتطلع كل ده على نفسها بعدين في مناطق ما ينفعش تطلعها، بتنفجر في اوقات ما ينفعش تنفجر فيه. بتطلعها على ناس مش ما يستحقوش ده. فهي الفكرة والهروب. فيلا يلا انا عايزة اهرب 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 اهرب.
بسنت بعد الرحلة الطويلة مع الهيلينج مم. واللي هي لسه مستمرة، واللي أنا هسألك في حاجات بقى تفاصيل بس بعد الحلقة فيها، راضية عن نفسك بنسبة كام في المية؟ لا جدا، والله جدا. هو انا I can see it، يعني أنا شايفة ده اصل انا يعني بجد طول الوقت. انا فعلا انا حطيت الشغل صرفت الفلوس حطيت الشغل وبقيت ماشيه بالظبط على شغل. فعلا العلاقه الوحيده اللي انا بانفست فيها دلوقتي هي فعلا علاقتي مع نفسي، عظيم. علشان دي لو هي بالانس وستيبل انا حاسه ان علاقاتي بالناس هتبقى بالانس وستيبل، وفي الحياه هبقى بالانس وستيبل. ف... فطول ما انا شغاله، يعني لو انا مش طول ما انا شغاله على نفسي فانا الحمد لله راضيه عن نفسي. سعيدة ان انا بتكلم مع حد قادر يشوف ان علاقتنا مع نفسنا هي اهم علاقة في حياتنا، مم. لان انا طول الوقت ده يعني معتقدي الاول في الحياة. ودايما دايما دايما كل حاجة بقولها، كل شرط بحطه لأي حاجة، كل في ان انا عايزة ابروتكت ايمان. صح. ايمان اهم حاجة، ان انا ما تأذيش. صح. ده كتير بيتشاف ان هو نوع من انواع بقى أنانية. الانانية، الغرور، حب الذات زيادة عن اللزوم. بس حب الذات في حد ذاته هو حاجة احنا يعني الحمد لله ان هي موجودة عندنا، لان في مم. ناس للأسف ما بيحبوش نفسهم. وانا مبسوطة ان انا بتكلم مع حد عنده نفس المايند سيت دي. مم. انا اهم حاجة، ولو انا اهم حاجة عند نفسي، ولو انا مرتاح، ولو انا كويس، انا هبقى كويس جدا معاك. صح. جدا. وهعرف ان انا احترم مشاعرك مم. واحميك زي ما انا بحمي نفسي بالظبط، احميك حتى مني انا. بالظبط. آم، بس انت تعرفي لي نفسك بقى في جملتين براحتك. بس مين بسنت دينار مين باختصار؟ بجد سؤال اتش ار قوي بجد. لا انا مش بقولك شايفه نفسك فين بعد 5 سنين. بس اكيد كلنا ممكن نختصر، يعني كل سيبك انت بقى من عارفه انا الحاجات مش اللي بعرف بتحبيها. والله، دايما بتسأل السؤال ده بحس اقول ان انا هو طيب، عايز قولي يعني. اجمل حد في الدنيا والله العظيم بجد. كنت بجد. هقولها عامة. لا والله تواضع يا مش جماعه. يعني اصل هقول ايه يعني، عندي هتقولي عرفيني نفسك بجمله، لا ده انا هحكي لك بقى قصه حياتي، اقول لك بقى العماره بقى اللي فيها. نقلت من العماره ليه؟ ف... فلا مش دي من الحاجات اللي فعلا مش بعرف هو ان سؤال انا. صعب اصلا، اه يعني انا هو لما سؤال حد يقول صعب لي طبعا، عرفي لان نفسك هو باختصار هقول له ايه يعني؟ هبتدي هحكي لك قصه حياتي ان جنرال، فاسالي سؤال سبيسيفيك علشان اعرف اجيب. لا سبيسيفيك، يعني مش عايزه ابقى زي الناس اللي بيسالوكي اسئله. لا انت انا هتقبلها منك. يعني مش اون كاميرا اكيد. ماشي اكيد. بس انا اتبسطت جدا. ما انا كمان يعني قوي. انا اوريدي مبسوطه من قبل ما اجي، لان انا انت عارفاكي كويس عارفه. وبحبك وانتي عارفه ده. آم، اتمنى ان الناس زي ما بيتابعوكي على السوشيال ميديا وبيستفيدوا، وملايين بيستفيدوا من كلامك ومن خبرتك في حاجات كتير، وبيكتسبوا منك حاجات كتير، وانا واحده منهم. الحلقه دي تفيدهم وتساعدهم ان هم ياخدوا ستيب، سواء في الهيلينج، او في ان هم يبداوا سوشيال ميديا، او ان هم يبداوا ان هم ينظموا حياتهم. ما شاء الله الحلقه مليانه معلومات. فاتمنى ان الحلقه دي تساعدهم، اطلب بقى من الناس ان هم يشيروا الحلقة دي ويتابعونا على ايريد بودكاست. ولو عندهم اي اقتراح للحلقة او للحلقات الجاية، يبعتوا لنا على تواصل معنا على الابليكيشن. يلا نقول لهم بقى باي، باي. ويومكم مليان حب ان شاء ان الله. شاء الله.